نصيحة بقى، بس نصيحة قوية كده لكل الناس اللي انت مريتي طبعا اكيد بتجربة، واكيد مريتي ما كانش كل حياتك نجاح. اكيد. ولما كتير. كنت بتتعرضي لمواقف كانت فعلا كانت بتخليكي تحبطي، وممكن تدخلي البيت وتقفلي على نفسك الباب وتقفي. بس بعد كده قمتي تاني على رجليك. اديني نصيحة كده للناس برضو اللي هي قد تصاب بطاقة سلبية في وقت من الاوقات ومحتاجة سبورت جامد قوي. طيب اول حاجه، ما اقعدش في الطاقه دي كتير، ما خليش الطاقه دي يعني اللي هي ايه، تكنترول مين، او ان هي اللي تتحكم فيا. لا، انا اللي اتحكم، انا اللي اديها وقت. ما اقعدش فيها كتير، ما اقعدش ان انا قافله الباب على نفسي وافضل دايما داون. ما هو غصب عني برضو. ما انا ادي انا لنفسي انا عندي وقت. لحظه ضغط شديد بقى، شديد من المجتمع، شديد من مادي، اي حاجه. انا تعرضت لضغط شديد. افصل، بس ادي لنفسي وقت وانا عارفه ان انا هفصل قد ايه. ما اقعدش كتير في الفكره ان انا فاصله. يعني مثلا انا عارفه ان انا لو النهارده في ضغط كتير قوي او ستريس كتير قوي، عندي حاجات كتير ان انا اعملها، هدي لنفسي اقول النهارده نص ساعه بس. النص ساعه دي نص ساعه هعمل فيها بقى اي حاجه، اعمل فيها اي حاجه انا بحبها. اقعد مثلا اتفرج على حاجه، اسمع حاجه تحفيزيه، انا بحب اتفرج على حاجات تحفيزيه وكده، فاتفرج مثلا على حاجه تحفزني تديني طاقه. هفصل مثلا، اكل حاجه انا بحبها، اتفرج على مثلا فيديو صغير ممكن يضحكني، اي حاجه. ده لو في اليوم. لكن لو في فتره زعل وانا استرسد فيها قوي، او ان انا مضغوطه فيها قوي، انا هقول مثلا ان الزعل ده مثلا بالنسبه لي ممكن يقعد مثلا يومين ثلاثه، مش هقعد الرابع.